لا يقدرون مما كسبوا على شان كذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يحييكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرسول الله جميعا فقال الضعفاء قل للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا بعذاب الله من شيء يقالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء قل علينا أجزنا أصبنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم بسلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكما أنا بمصلحكما أنتم بمصلحي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأغفر الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء لتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. تشرفنا بالشيخ سيدي عبد القادر شيخ زاوية الشيخ سيدي البوعبيدي حين دخله بارك الله فيك جزاك الله خيرا. في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ولم تر من الذين ابتلوا نعمة الله كفرا وأحدوا قوما ذلك أولئك وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله سيدي عبد المجيد الشيخ سيدي أحمد المغوغل بقية مما ترك من ذرية آل البيت وذرية الشيخ سيدي المغوغل سيدي غنام سيدي محمد فايز عبد القادر القواهرية من أعيان دائرة تجريبية. عبد الهادي سيد نور الدين الشيخ نصر الدين الحاج محمد مرحبا بك حاج ابراهيم الشعباني اخوه الاكارم مرحبا بك